جديدة. يا جماعة في ساعات موقف صغير يعلمنا درس عمرنا ما ننساه طول عمرنا. يمكن كلمة واحدة تفضل محفورة جوه القلب طول العمر. قصة النهاردة عن قصة ست غلبانة عندهاش مال لكن عندها كرامة تخليها أغنى من أي حد في الدنيا. كان في ست كبيرة عايشة على قد حالها، كل يوم تصحى الفجر تروح السوق تشيل خضار من على الأرض وتبتدي تبيعه عشان تجيب لهم تعيش. الجو كان حر والشمس مولعة وهي قاعدة على كرسي خشب مكسور، مع ذلك وشها منور وفيه رضا عادي. في يوم عدى عليها راجل غني أوي، وقف قدامها وشاف الخضار اللي عندها وقام بصلها كده باستهزاء: كام الخضار ده كله؟ فالست ردت ببساطة قالت له: ايه، ب100 جنيه يا سعادة البيه. الراجل واقف بصلها من فوق لتحت واستهزأ بيها وقال لها: طب ايه رأيك اخده كله ب50 وخليكي مبسوطة؟ الست حول الله سكتت كده شوية وبصت له في عينيه وقالت له: يا بيه أنا مش ببيع كرامتي، أنا ببيع تعبي، واللي مش عاجبه ربنا يسهل. طبعا ده راجل غني وقف اتصدم، متعودش لحد يرد عليه بالطريقة دي قبل كده. هو مش مستوعب إن الست الغلبانة دي ممكن توقفه عند حد. مفيش بعدها كده جه بشوية شاب بسيط شكله على قد حاله، فبيبصلها يقول لها: يا حاجة الخضار ده بكام كله؟ قالت له: والله يا ابني الخضار ده ب100 جنيه. قال لها: طب أنا هاخده بالسعر اللي أنت قلت عليه. فالست ضحكت مبقتش عارفة تقول ايه. واحد كان لسه بيستهزأ عليها وهو معاه، والتاني شاب على قده خالص. قالت له: ربنا يبارك فيك يا ابني، انت علمتني ان الدنيا لسه بخير، وان في ناس محترمة بتقدر تعب الغير. العبرة من القصة دي: العزة والكرامة مش محتاجة فلوس، ممكن تكون حاجة بسيطة لكن واقف شامخ محدش يقدر يقلل منه في أي مكان. التواضع حاجة والذل حاجة تانية خالص. اللي بيسيب كرامته عشان لقمة عيشه بيخسر نفسه قبل ما بيخسر الناس. لازم أن تكون فاهم حاجة صغيرة: يا ترى لو انت مكان الست دي هتتصرف ازاي؟ هتسكت وتديله الحاجة وكده كده الحمد لله خلصت بسرعة والمهم نبقى بيع، ولا تكون زيها عندك كرامة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا اشتراك، صلوا على سيدنا محمد في التعليقات، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من حكاوي وحكيم. شكرا.